هلو يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايلكم النهارده في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي سوسو. متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك عشان يوصلكوا كل جديد، عشان عيلتنا تكبر كمان مع بعض. احنا النهارده هنعمل بقى روتين كده في الشقه بسيط. زي ما انتم شايفين كده، المطبخ كان مكركب شويه وفي شويه مواعين كده صغيرين، فقلنا نعملها مع بعض. وكمان هنصب التلاجة مع بعض، وهنعمل غدا كمان مع بعض. المهم، انا كان النهارده اليوم بتاعي للبيت، لاني بحكم شغلي انا بصراحه بقالي يعني فتره كده ما ظبطش دنيتي عندي في البيت. فقلنا نعمل مع بعضينا الروتين اليومي دوت. انا هنا غسلت شويه مواعين زي ما انتم شايفين كده. ابتديت ان انا انضف بالسلكه كده، عشان لو في اي حاجه لازقه في اللبانه او في الحله بتشال على طول بالليفه. يعني حاجة كده على بسيط. انا هنا صبنت اللبانة، وكمان كان في حلتين في الحوض وغطيين حلة، فقلنا نعملهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو كنت بنضف كده بالسلك على بسيط، بحيث ان انا اعملها على طول بالليفة كده زي ما انتم شايفين. يا جماعة، انا عايزاكم تشجعوني وتحطوا لي اللايك، واللي شاف الفيديو بتاعي يعني يا ريت تعملوا لي فولو. بجد نفسي قناتي تكبر بيكو طبعا، عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. دي حلة كان فيها طماطم كده صلصة، فقلت بقى ايه، برضو كده كان فيها شوية صلصة كده لازقة في الحلة، فقلت اشيلها كده بالراحة بالسلكة عشان تتشال معايا على طول. اسيبكم بقى مع الفيديو. هنا بقى خلاص، انا كنت قربت اخلص، وكان في معلقتين كده فقلت اعملهم. ودي معلقة كنت بغرف بيها برضو مكرونة، فكانت لازقة كده، فكنت بعملها بالراحة بالسلكة. على فكرة يا جماعة، السلكة دي حلوة قوي لو في اي حاجة لازقة في المواعين بتشيلها على طول، بحيث ان انتوا تنضفوا على طول بالليفة كده، والليفة اصلا تبقى نظيفة. المهم يا جماعة، ما تبخلوش عليا باللايك والفولو اللي مشتركش في قناتي، عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. انا نفسي قناتي تكبر بيكو ونبقى عيلة واحدة كده. انا هنا بقى زودت شوية صابون تاني عشان اخد غطيين الحلة كانوا ناقصين، فهنا كنت بعملهم. هما كانوا نضاف كده زي ما انتم شايفين، بس كنت لازم برضو اعملهم بالليفة كده. بصوا يا جماعة نضيفة ازاي. خلصت بقى هنا كده زي ما انتم شايفين، وكان بقى في معلقتين تاني فقلت اغسلهم. هنا بقى يا جماعة كنت طلعت السمك عشان يفك، وهو فك وحطيته في الحوض كده زي ما انتم شايفين، عشان ننضفه سوا. السمك اللي هو يا جماعة الصغير دوت، اللي هو البلطي، فقلت نعمله سوا مع بعضينا. بصوا يا جماعة كده زي ما انتم شايفين حجمه. بصوا، يعني هو مش صغير اوي، يعني هو فيه الصغير وفيه وسط.
فقلنا بقى كده نعمله مع بعضينا كده زي ما انتم شايفين. ابتديت ان انا انضف وشلت القشر من على ظهره كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هقصه بالمقص الزعانف بتاعته وديله، وابتدي ان انا افتحه من جوه وانضفه زي ما انتم شايفين كده. هسيبه بقى كده بعد ما خلصته. يلا نروح نعمل التلاجة سوا. بصوا يا جماعة التلاجة بتاعتي كانت زي الزفت حرفيا، كانوا بناتي كل ما يجيبوا حاجة طبعا بيوقعوا. بصوا العيش وكانوا موقعين حاجات كتير. جبت بقى باور التلاجة ده بجد حلو قوي، كلين ده جميل جدا، بترشوا منه بجد رشتين كده والله حرفيا التلاجة بتنضف وبتبقى ريحتها جميلة جدا جدا. ابتديت ان انا ارش الفريزر ورشيت كده باب التلاجة كمان الارفف اللي فيها، ورشيت الدرج ورشيت المكان اللي تحت الدرج ورشيت الارفف كده زي ما انتم شايفين. وهسيبها 5 دقايق وبعدين همسحها. بجد كل ده هيطلع معايا. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده جبت القماشة وفضلت ان انا امسح كده فيها. بجد ابتدت ان هي تبرق وتبقى حلوة قوي وشكلها بقى جميل جدا في الاخر. بصوا فضلت ألمع فيها كده كل ده طلع. بصوا كل البقع اللي كانت على الأرفف طلعت حرفيا، بقت نضيفة جدا وريحتها كمان حلوة جدا. بصوا يا جماعة نتفت ازاي بجد، بقت حلوة قوي وريحتها جميلة قوي. وخلاص كده انا خلصتها، قوليلي رأيكم كده. وهنا كنت خلاص بقى رصيت. ودي كده حاجة رمضان، وبكده انا خلصت. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، واستنوني في فيديو تاني جديد. باي.